في سلامته الجسدية، نتساءل لماذا لم يقدم بلاغ للجهات المختصة، ولماذا لم تتحرك أي جهة ربما مختصة أيضا قضائية ولا غير قضائية في معرفة حقيقة هذا الاتهام. اليوم تشوف ولا واحد من إدارة اتحاد العاصمة موجود في المنصة الشرفية اليوم، هل يعقل؟ كل يوم اليوم متخبيين. المدير الرياضي ما كانش مدير رياضي، كانوا مخبيين. لا الواحد ما يسعى اليوم في ملعب 20 اوت، كانوا في الملعب، لكن الله اعلم وين شافوا المباراه صراحه. اليوم حقيقه هذه كانت اشياء خطيره. واش راه كان هناك رده فعل تاع المشجعين ضد الاداره؟ انا تقصنا اليوم انت صحفي، لا تكلمت بما انه الناس كان قاعد المدرب، المشجعين كانوا يقصدوا المدرب. هل طلبوا برحيل اي شخص؟ اكيد طلبوا 90 دقيقه اليوم هم يطالبون برحيل من المراجع رياضي اتحاد العاصمه. اليوم نبي نسمح لي نتكلم. اكيد قريشي. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما سمعتم معنا في المقدمة ديالو، أول تعليق في الإعلام الجزائري على استقالة المدير الرياضي لاتحاد العاصمة توفيق قريشي من إدارة الفريق بعد الفضيحة ديال اليوم والمهزلة التي حدثت في مباراة اتحاد العاصمة وكذلك أولمبيك الشلف. غياب كل مسؤولي ديال اتحاد العاصمة وموظفي اتحاد العاصمة على هذه المباراة، كما أكد الإعلامي في البداية ديال هذا الفيديو اللي غادي نسمعوا في هذا المقطع، اللي تكلم على ان فقط كان المدرب غاريدو اللي كان حاضر في المنصه ديال الشرفيه. قال لك بعد ما تم طرده في المباراه الماضيه، قال لك وتعرض للشتم وكذلك للمقذوفات من طرف جمهور اتحاد العاصمه الذي انتفض ضد اداره الفريق. وعلى إثرها مباشرة تم استقالة المسمى ببوب زق رفيق قريشي الذي استقال رسميا من إدارة ديال اتحاد العاصمة. والإعلام الجزائري كما غادي تسمعوا في الفيديو اللي خرج كأكد على أن توفيق قريشي تعرض للتهديدات، وعلى إثرها مباشرة قام بالاستقالة من اتحاد العاصمة الجزائري. إذا اليوم الجماهير تنتفض ضد إدارة الفريق. علاش انسحبتوا؟ علاش ما لعبتوش المباراة ديال الكاف؟ هذا الشيء كامل الجمهور حمل مسؤوليه الاداره ديال الفريق. اليوم كما اكد الاعلامي واحد الاعلامي الجزائري، قال لك اودي في المنصه ما كاين حتى شي موظف ولا مسؤول من الاتحاد العاصمه، كل شيء خايف من الجماهير وحطوا غاريدو في الواجهه. قال لك اليوم تعرض للسب وكذلك للمقذوفات، وبشكل كبير غاريدو سيغادر اتحاد العاصمه. نخليكم مع اول فيديو، اول تعليق في الاعلام ديالهم اللي كانوا يتكلموا على التهديدات التي يتعرض لها رفيق قريشي في هذه المباراه، وكذلك رغم الاستقاله ديالو الا انه مازال تابعيناه علاش ما خليتش اتحاد العاصمه يلعب المباريات ديال الكاف. خليكم مع الفيديو. بالمدير الرياضي لاتحاد العاصمه توفيق قريشي قدم استقالته من منصبه كمدير فني للاتحاد، مدير رياضي اتحاد العاصمه. الخبر او القرار ابلغ به رئيس مجلس الاداره كمال حسينه. الخطوه من المدير الفني الوطني الاسبق نتيجه الاجواء المشحونه والضغوطات الكبيره لتوفيق قريشي. قال أن الضغوطات وصلت إلى حد التهديد في سلامته الجسدية. نشعر في الخبر هذا لماذا يقدم في نشرة رياضية؟ هذا من المفروض خبر في النشرة الرئيسية، أنه شخص يقول أنه مهدد بالقتل في سلامته الجسدية، ويقول أن تعرض إلى تهديد مباشر في المباراة الأخيرة أمام جمعية شلف. كلام مثل هذا أصبح يتداول بشكل كبير في الساحة الرياضية الإعلامية الجزائرية ولا أحد يحقق فيه. يعني في نهاية المطاف توفيق قريشي قدم استقالته وباي باي وأغلق الملف، في حين أن الرجل يتحدث عن تهديد في سلامته الجسدية. نتساءل لماذا لم يقدم بلاغ للجهات المختصة، ولماذا لم تتحرك أي جهة ربما مختصة أيضا قضائية ولا غير قضائية في معرفة حقيقة هذا الاتهام أو حقيقة هذه الواقعة التي يتحدث عنها توفيق. إذن إخواني كما سمعتم، توفيق قريشي استقال من المدير الرياضي من اتحاد العاصمة الجزائري. كارثة. اليوم الجماهير عاقوا بهم والجماهير انقلبت على إدارة الفريق، وأصبحوا الآن إما يستقلوا وإما يتعرضوا للرشق وكذلك للشتم في كل مباراة. ولا مسؤول من اتحاد العاصمة كان متواجد في المباراة ديال اليوم. قال لك كان حاضر تما رفيق قريشي، كان حاضر تما، ولكن قال لك الله أعلم فين تفرجوا. قال لك ما كانوش في الملعب، ما بانوش، ولكن فين تفرجوا الله أعلم.
العالم غالبا يكونوا في شي برتوش تما في الملعب، تبعوا المباراه وعاقوا بهم، وكل شيء غادي يستقل لا المدرب لا الرؤساء، لانهم حملوهم المسؤوليه اللي هما مسؤولين بالاخفاق وكذلك بالاقصاء من كاس الجزائر، وكذلك بخساره البطوله، وكذلك هما اللي تحملوا المسؤوليه علاش ما لعبوش مع بركان وعلاش انسحبوا من المباريات ديال الكاف وتبعوا العسكر، وفي الاخير هما اللي خاسرين. اخواني نخليكم مع الفيديو تضحكوا شويه ونتلاقاو في النهايه ديالو. اتحاد العاصمه وحاله الغليان بين الاداره وبين جماهير النادي، هل وصل العلاقه بين الطرفين الى درجه القطيعه، اما هي سحابه صيف وتهدأ الامور في النادي؟ وتتبسم، لماذا تتبسم؟ ضحكتني بسحابه صيف اليوم نادر. عاد ربما هي خلاف في وجهات النظر بين الاداره وبين 20 اوت لما بورميجا اليوم في ملعب 20 اوت، اليوم صارت امور خطيره اليوم صراحه في ملعب 20 اوت. انا اليوم تقصت بحجره، انا اليوم نتكلموا صراحه والله غير تقصت بحجره مليحين، لانه الجهه صراحه نتكلموا اليوم الحقائق اللي تحدث. اليوم امور خطيره تحدث باتحاد العاصمه. حتى اليوم لماذا؟ اليوم المدرب غاريدو جالس، شفت ملعب 20 اوت كاين تريبيون اوفيس يقعدوا فيها لي جورناليست كل الصحفيين الرسميين كلهم. اليوم غاريدو بما انه معاقب خرج بكارطون روج بطاقه حمراء في مباراه موديتوار، اليوم قاعد لتماك. اليوم تشوف ولا واحد من اداره اتحاد العاصمه موجود في المنصه الشرفيه اليوم. هل يعقل؟ كل يوم اليوم متخبيين، ولا واحد موجود. حتى اليوم المناصرين اصبحوا يطالبون من اللي يخدموا في اتحاد العاصمه من اجل ابعاد غاريدو من المنصه الشرفيه، لانه الانصار في غليان على غاريدو. على غاريدو. وين كان المدير الرياضي؟ ما كانش مدير رياضي، كانوا مخبيين. لا الواحد ما يسعى اليوم في ملعب 20 اوت. جالس كانوا في الملعب، لكن الله اعلم وين شافوا المباراه. صراحه اليوم حقيقه كانت اشياء خطيره. واش صراحه كان هناك رده فعل تاع المشجعين ضد غاريدو ولا ضد الاداره؟ قلت لك انا تقصنا اليوم انت صحفي. لا تكلمت بما انه الناس كان قاعد المدرب، المشجعين كانوا يقصدوا المدرب. هل طلبوا برحيل اي شخص؟ اكيد طلبوا ب 90 دقيقه اليوم هم يطالبون برحيل من المناجر رياضي اتحاد العاصمه اليوم نبي نسمح لي نتكلم. اكيد قريشي يعني المقذوفات كانت في المنصه الرسميه تجاه غاريدو هم ما يحسبوش انه الرسميين موجودين اليوم. هم كانوا يشوفوا انه موجودين، ما كانوش يشوفوا من بعيد شكون موجود في المنصه اليوم. يعني كان هدفهم هم الاداره. اليوم الامر وين وصل في اتحاد العاصمه، بما انه غاريدو معاقد. اليوم الحارس الثاني لاتحاد العاصمه من كان يسير المباراه كان برانسي بوخلفه موجود مساعد الثاني، لكن اليوم الحارس الثاني لفريق اتحاد العاصمه هو من كان يسير المباراه ويعطي نصائح لزملائه اللاعبين، لانه ولا واحد موجود على خط التماس. لماذا؟ لانه المدرب الاسباني واللي هو فرض على الاداره الحاليه بعدم استخدام مدرب يساعده في مهامه على راس اتحاد العاصمه. اليوم تعاقب، اصبح مدرب الحراس برانسي بوخلفه من يسير. عندما يجلس برانسي بوخلفه يصبح الحارس الثاني هو من يسير، حتى تلقى بطاقه صفراء من عند الحكم. اليوم كارثه تحدث في اتحاد العاصمه. اخر اخبار تقول انه الاسبوع الاخير اليوم لإدارة اتحاد العاصمة اتصلوا بلاعب سابق اللي هو طارق غول، على حسب المصادر يقولوا انه الاداره حاولت الاتصال بطارق غول من اجل منصب مناجر رياضي اليوم في الفريق. ايضا بعض المصادر تقول انه اتصلوا بمسير سابق ايضا في اتحاد العاصمه من اجل خلافه كمال حسين اليوم على راس الفريق. انا نظن انه ماشي نظن الاسبوع الاخير لهذه الاداره، لانه اليوم صراحه الامر اصبح لا يطاق في بيت اتحاد العاصمه. طارق مسدود، تشوف بعض اللاعبين ل 5 اشهر 6 اشهر ومغضوب عليهم في الفريق ما يلعبوش في الفريق. تشوفوا في مباراه مولودية وهران اللي هي مباراه مصيريه، عوده كل لاعبين المغضوب عليهم تشوفهم اساسيين في مباراه مولودية وهران، بعدها اليوم تشوفهم غير اساسيين. اليوم صراحه ما يحدث داخل بيت اتحاد العاصمه امر غير عادي نبيل. نتمناو قبل فوت الاوان، لانه ما زال هناك امل من اجل لاعب الورقه الافريقيه وهي الكاس الكاف او كاس رابطه الابطال، بما انه 99% لن تكون هناك عقوبات من طرف الاتحاد الافريقي على فريق اتحاد العاصمه. اذا اخواني كما سمعتم كان هذا اول تعليق في الاعلام الجزائري على استقاله المدير الرياضي لاتحاد العاصمه رفيق قريشي، وكذلك التهديدات التي تعرض لها المدير الفني الرياضي في مباراه اليوم امام جمعيه الشلف، وكذلك ايضا غياب كل المسؤولين ديال اتحاد العاصمه منذ اقصائهم من كاس الكاف، والفريق يتعرض لهزائم ويتعرض ايضا لمشاكل في ظل غياب كل المسؤولين في كل المباراه. واليوم الجمهور طاح على المدرب غاريدو بالسبان، وكذلك بالرشق بالقارورات، وكذلك بالمقذوفات ديال الالعاب الناريه. غاريدو غالبا سيرحل من تدريب اتحاد العاصمه، والاخبار التي كانت تتحدث الاسبوع القادم بانه الشركه المكلفه كانت قد اتصلت مع المدرب الجزائري